الأردني مهند أبو طه يصنع ويسجل ويقود القوة الجوية العراقي للصدارة. دخلنا بالدقيقة الثامنة شوط اللقاء الأول، وهنا المخالفة نفذت بصورة سريعة لكن لم تجد الطريق. عادت إلى رسلان حنون، تمريرة إلى مهند أبو طه، يرسلها كرة عالية من الطرف الأيمن. هذه خطيرة خطيرة، الله حلق بنا إلى منصة التتويج. افتح جناحك وارتفع أكثر، فالقمة خلقت له الصقور. الله 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 الله، تسديدة غيرت مسارها، والبداية القوية لمصلحة صقور القوة الجوية بتصويبة كانت من محمد جواد. شوفوا بالإعادة، هنا وصلت التمريرة العالية. هل هنالك راية أو لا؟ لا أعتقد بأن الراية حاضرة. هنا التصويبة، لكن النيران الصديقة حضرت من أحمد نور بكرة اصطدت بأحمد نور وغيرت مسارها إلى مرمى الحارس عمار علي، وبذلك الهدف يصل لمصلحة القوة الجوية. هدف مبكر لصقور القوة الجوية بالنيران الصديقة. شوف الاستلام المميز والتصويبة من محمد جواد هداف الفريق برصيد 9 أهداف، والكرة اللي غيرت مسارها من أحمد نور ودخلت إلى مرمى الحارس عمار علي. إذن هدف مقابل لا شيء لمصلحة القوة الجوية. على ما يبدو هو هدف ذاتي سجل في مرمى. نعم، اللاعب الاندفاع ما بعد خط المنتصف سيتعرضون الى الكرات العاليه والمرتدات، وبذلك الكره تصل الان بهذه اللحظات. القوه الجسمانيه، عمليه تحضير اللعب. مهند ابو طه اللي دائما مميز بارسال العرضيات. هذه كره الحارث يصوب، والثاني لمهند. الله، سنعود لمنصات التتويج، سنقاتل ونحاول بكل الطرق لأننا القوة الجوية. هدف ثاني للدول الأردني. مهند أبو طه، أي بداية، أي شوط أول للقوة الجوية. نعم، يسجل مهند أبو طه بهذه اللحظات. شوف، هو اللي بدأها، لكن عملية تحضير الكرة لمحمد جواد، تصويبه من الحارث حاتم غيرت مسارها، وبالقدم الضعيفة يسجل مهند أبو طه ثاني الأهداف. هنا اللقطة. نعم، الثاني يصل بالنسبة للقوة الجوية. مهند أبو طه اللي يصل لهدف الثالث بعدما سجل على النجف وعلى القاسم، يسجل اليوم ثالث أهدافه هذا الموسم وثاني أهداف القوة الجوية. هذا مهند باغت الحارس عمار علي وسجل الهدف الثاني لمصلحة القوة الجوية. هدفين مقابل لا شيء.